سيادة الرئيس، العلاقة بين روسيا وسوريا وصلت إلى مستوى غير مسبوق في يومنا هذا على الصعيدين العسكري والسياسي. برأيكم هل سيصل التعاون بين البلدين في الفترة القادمة إلى مرتبة مماثلة على الصعيد الاقتصادي؟ وهل يمكن اعتبار زيارة الوفد الروسي الموسع اليوم خطوة في إطار التحرك الثنائي لإعادة إعمار الجمهورية العربية السورية في مرحلة ما بعد الحرب؟ عمر العلاقات السورية الروسية أكثر من 6 عقود، ودائما كان التركيز في هذه العلاقة على الجانب السياسي، وفي هذا الظرف الذي نعيشه ظرف الحرب التركيز يصبح أكثر على الجانب السياسي والعسكري. بمعنى آخر لم تعطى العلاقات الاقتصادية حقها خلال العقود الماضية. خلال الزيارة السابقة للسيد روغوزين تم تحديد أولويات للإقلاع بهذه العلاقة، واليوم في الزمن الفاصل بين الزيارتين هناك إنجازات على الأرض. هناك عدد من الشركات الروسية التي بدأت تعمل بناء على هذا الواقع، أي وجود مشاريع وبنفس الوقت تحسن الوضع الأمني وبدء تحرك الاقتصاد السوري. كانت هذه الزيارة فرصة لدفع المشاريع الموجودة أو القطاعات التي بدأنا بها، وبنفس الوقت التوسيع باتجاهات قطاعات جديدة لم نكن قد وضعناها كأولويات منذ عامين. لذلك الوفد كان اليوم وفد كبير ومتنوع وفي مجالات مختلفة، وطرحت مشاريع هامة جدا للاستثمارات الروسية في سوريا، خاصة أننا الآن بدأنا في مرحلة إعادة الأعمار، وبنفس الوقت نحن تحدثنا عن التوجه شرقا في علاقاتنا الاقتصادية والثقافية وغيرها. وطبعا عندما نتحدث عن توجه شرقا فروسيا هي من أهم الدول في هذا الشرق الذي نقصده. سيادة الرئيس وفاء شبروني من قناة روسيا اليوم، على ذكر العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية بين موسكو وبين دمشق، رحبت حكومتكم بمؤتمر الحوار السوري الوطني الذي والمزمع عقده في سوتشي. ما المنتظر اليوم من هذا المؤتمر؟ برأيك ما هو الفارق بينه وبين سواه من المؤتمرات مثل جنيف، وماذا يمكن أن يتمخض عن المؤتمر في سوتشي؟ نحن الآن أمام 3 مؤتمرات، جنيف وأستانا وسوتشي، لكن الفارق الأساسي بين جنيف وبين سوتشي الذي نعمل عليه مع الأصدقاء الروس يستند إلى أولا نوعية الأشخاص أو الجهات المشاركة فيه. بالمقابل في جنيف الأشخاص الذين نفاوضهم كما هو معروف لا يعبرون عن الشعب السوري، لا يعبرون ربما حتى عن أنفسهم في بعض الحالات. أنا لا أعمم بشكل كامل، ولكن هذه أحد المشاكل. أنت تسأليني عن الفرق الآن، لذلك هذا جانب من الفوارق. الجانب الآخر هو أننا في سوتشي وضعنا محاور واضحة لها علاقة بموضوع الدستور، لها علاقة بما يأتي بعد الدستور من انتخابات وغيرها. هناك حديث عن دور الأمم المتحدة، هناك عدة محاور مرتبطة بهذا المؤتمر. طبعا المؤتمر يناقش كل شيء، يعني لا يوجد حدود، ولكن مبدئيا وضعنا عدة محاور. مع ذلك أنا أتحدث عن أشياء هي ما زالت مبدئية، لذلك الفرق بينهما لا يمكن أن يحدد إلا عندما تكتمل الأمور. لكن بكل تأكيد نعتقد بأن أي شيء أفضل من جنيف، لأن جنيف بعد عامين أو بعد 3 أعوام لم يحقق شيء. محمد معروف، وكالة سبوتنيك الروسية. هناك كلام كثير حول انتخابات برلمانية ودور الأمم المتحدة في هذه الانتخابات. ما هي طبيعة هذا الدور للأمم المتحدة؟ هذا الموضوع طرح من خلال البند الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن مؤتمر سوتشي سيناقش الدستور السوري. هل الدستور الحالي مناسب؟ هل نحن بحاجة لتعديلات؟ هل سوريا بحاجة لدستور جديد؟ بكل الأحوال عندما يكون هناك تعديل دستوري من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات مبنية على الدستور، لأن الدستور يعني من النقاط الهامة في أي دستور هو موضوع الانتخابات وكيفية انتخاب المؤسسات التشريعية. طرح موضوع الرقابة الدولية، وطرح تحديدا دور الأمم المتحدة في نقاشات معنا من قبل مختلف الأطراف حول هذه النقطة. قلنا بأن سوريا هي عضو مؤسس في الأمم المتحدة، فعندما تأتي الأمم المتحدة لتلعب دور في هذه الانتخابات، أي دور يجب أن يكون مبني على ميثاق الأمم المتحدة المبني بدوره على سيادة سوريا وعلى ما يقرره أي شعب في أي بلد. لذلك نحن لا نقلق من أي دور للأمم المتحدة، وربما نستطيع أن نقول بأننا نرحب بأي دور للأمم المتحدة بشرط
أن يكون مرتبط بالسيادة السورية. أي شيء يتجاوز هذه السيادة مرفوض. هذا كلام ليكون واضح اليوم ولاحقا وفي أي وقت. نعم. زياد خلف من الإخبارية السورية. هناك كثير من التساؤلات في الشارع السوري حول سلوك الأكراد في المنطقة الشرقية وتعاونهم مع الأمريكيين. كيف تنظر الحكومة السورية لهذا السلوك؟ من غير مناسب أن نقول بأن هناك شريحة سورية سواء كانت شريحة عرقية أو دينية أو غيرها تتصف بصفة واحدة، يعني الكلام غير منطقي. هناك تنوع، الناس أجناس كما يقال باللغة العامية، وبالتالي لو نظرنا إلى مختلف الشرائح في سوريا فسنرى فيها الجيد والسيء، الوطني والقليل الوطني أو الخائن في بعض الحالات. لذلك عندما نتحدث عن ما يطلق عليه تسمية الأكراد، في الواقع هم ليسوا فقط أكراد، لديهم مختلف الشرائح في المنطقة الشرقية مساهمة معهم. بغض النظر عن هذه التسمية، كل من يعمل لصالح الأجنبي وخاصة الآن تحت القيادة الأمريكية، وهذا الكلام ليس من يقوله، هم يعلنون بأنهم يعملون تحت مظلة الطيران الأمريكي وبالتنسيق معه، وهم يعني سوقوا ونشروا صور وفيديوهات حول هذا الموضوع. كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن بكل بساطة بغض النظر عن التسمية. هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأمريكيين. سيادة الرئيس، كنان محمد، التلفزيون العربي السوري. هل يمكننا بالفعل القول سيادة الرئيس بأن الحرب على الإرهاب في سوريا انتهت، خصوصا بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري مؤخرا مع القوات الحليفة والقوات الرديفة ضد داعش؟ وماذا أيضا بشأن جبهة النصرة والقوات أو المجموعات المسلحة التي تتحالف مع هذين التنظيمين الإرهابيين؟ أن نقول أن الحرب انتهت، لا، هذا الكلام غير واقعي. نحن نعيش الحرب، ما زلنا نعيش الحرب. نستطيع أن نقول بأننا قطعنا خطوات أو مراحل هامة جدا في هذه الحرب. القضاء، وليس بالضرورة أن يكون القضاء النهائي، ولكن القضاء على المراكز الرئيسية لداعش في سوريا هو مرحلة هامة وانتصار كبير. ولكن علينا أن ننتبه إلى أن تركيز العالم على داعش فقط الهدف منه تشتيت الأنظار عن أن الإرهاب ما زال موجودا وبدعم غربي، وفي مقدمته جبهة النصرة. لذلك الحديث عن داعش لا يعني الإرهاب، لأن داعش جزء من الإرهاب ولكنها ليست كل الإرهاب. فطالما أن هناك مجموعات أخرى إرهابية، داعش ونصرة وغيرها من التسميات الكثيرة الأخرى، هذا يعني بأننا ما زلنا في قلب الحرب. الحرب على الإرهاب في سوريا لا تنتهي إلا بالقضاء على آخر إرهابي في سوريا بغض النظر عن التسميات. عندها يمكن أن نتحدث بشكل واقعي عن الانتصار. يارا سليمان، قناة سمر الفضائية. سيادة الرئيس، قيل إن جولة جنيف لم تحرز تقدما، وديميستورا وفرنسا حملتا الوفد الحكومي مسؤولية عن ذلك، ما ردكم؟ من الطبيعي أن يقوموا بهذا العمل لكي لا يحملوا المسؤولية لمجموعات هي تعمل لصالحهم. يعني هذه التصريحات الفرنسية أو غيرها من الدول الغربية تؤكد بأن هذه المجموعات تعمل لصالحهم وليس لصالح سوريا أو لصالح الوطن. طبعا بالنسبة لنا هذه المجموعات هي لا نستطيع حتى أن نحملها مسؤولية فشل جنيف لسبب بسيط، لأنها مجموعات صوتية وتعمل بالدولار. يعني إذا أعطيت أو وضعت فيها دولار تعطيك صوت، وإذا وضعت فيها 10 دولارات تعطيك مجموعة أصوات بنغمات مختلفة حسب ما يوضع من الدولارات. فلذلك لا نضيع وقتنا بالحديث عنها. أما بالنسبة للفرنسيين فالمعروف بأن فرنسا كانت هي رأس الحربة في دعم الإرهاب في سوريا منذ الأيام الأولى، ويدهم غارقة في الدماء السورية منذ الأيام الأولى، ولا نرى بأنهم غيروا موقفهم بشكل جذري حتى الآن. لذلك هم ليسوا في موقع أو موقف يقيم مؤتمرا يفترض بأنه مؤتمر للسلام. من يدعم الإرهاب لا يحق له أن يتحدث عن السلام، عدا عن أنهم لا يحق لهم أن يتدخلوا في الشأن السوري أساسا، وكل تصريحاتهم بالنسبة لنا لا تعنينا وليس لها قيمة.